اهلا بيكم. اتكلمنا على التجهيز لاهم ميتنج هيحصل. ميتنج خد اسم بيعة العقبة الكبرى او بيعة العقبة الثانية، وشفنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جهز ازاي وخطط ازاي ووزع ريسورسز ازاي وخد باله من كل تفصيلة ازاي عشان الميتنج دون يحصل فيه سرية تامة. وكان التشالنج هنا هو بسيط قوي، 75 بني ادم يتقابلوا ولكن يكون في السر. لو ما شفتش الحلقه دي ارجع بص عليها واتفرج عليها، هتلاقيها في الاي فوق او هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. وتعالوا ندخل بسرعه على ايه اللي حصل بقى في الميتنج دوت. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خد 2 من اهم الناس حواليه، هم العباس عم الرسول عليه الصلاه والسلام، رغم انه ما كانش لسه دخل الاسلام، وهنشوف هو بقى موجود معاه ليه. وطبعا وزيره الاول وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ليه بقى؟ بمنتهى البساطة يا أصدقائي، العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود ممثل لأهل الرسول عليه الصلاة والسلام. هو جاي بيقول يا جماعة ده احنا وراه وده احنا بندافع عنه وده حد مننا، فهو مش واقف لوحده. طبعا هو حجم الدفاع كان ضعيف والى اخره، وعارفين التفاصيل من قبل كده، ولكن لا، احنا لسه في ظهره مهما كان قدر الوقوف في ظهره كان شكله ايه. فلو هيتنقل عندكم لازم تبقوا عارفين كويس ان انتوا يعني هتبقوا ملتزمين بالدفاع عنه حق الدفاع. دي كانت اهم رساله بيوصلها العباس عم الرسول عليه الصلاه والسلام لمجموعه الناس اللي جايين يبايعوا ويتكلموا ويتناقشوا ويتفقوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الوضوح والبساطه. اتنقل الكلام بتاعه من مجرد اتفاق على بندخل الاسلام ازاي والتزامنا بالدين الاسلامي ازاي، الى اتفاقيه استراتيجيه ما بينه وما بين كل الاطراف اللي موجوده. بنتكلم في استراتيجيك الاينس، احنا مش بنتكلم عن مجرد اتفاق عادي، ولكن هو تحالف استراتيجي ما بين جهتين. وعشان التحالف ده ينجح لازم يكون في well defined agreement ما بين الطرفين، عشان يبقى كل واحد عارف ايه الريسبونسبيلتيز اللي موجوده عليه في الاجريمنت دي. واللي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام في منتهى البساطه وفي منتهى الوضوح، ويخليني اقرا لكم الكلام ده بالظبط كان مكتوب ازاي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ببساطه شديده: تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى النفقه في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا الحق لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناؤكم. انتهت الأجريمنت. بس تعالوا بقى نكسر الأجريمنت دي خطوة خطوة وسطر سطر وجملة جملة، ونشوف مانجمنت وايز الكلام دون معناه إيه. البيع على السمع والطاعة، احنا بنتكلم هنا على organizational discipline، في التزام وانضباط هيبقى موجود وواضح بيننا وبين بعض. فالسيتنج اجريمنت واضحة، قايمة على discipline، قايمة على commitment، قايمة على organization بتدار وليدرز او ليدر بيقود، وفي التزام واضح تجاه الليدر دون. النفقة بنتكلم عن فاند ريزنج، بنتكلم عن فاينانشالز عشان نقدر نقوم الاورجانيزيشن ديا. ساكريفايس، فانت داخل بتساكريفايس، بتضحي بجزء من ما تملك كأموال، فانت بتنفق، فانت بتمول المشروع دون، فانت داخل وعارف ان انت ليك فاينانشال رول، انت ليك دور تمويلي جوه المشروع دون. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنتكلم عن كور فاليوز، بنتكلم عن كالتشر لازم تكون جوه الاورجانيزيشن دي. فالاورجانيزيشن دي قايمه على الكور فاليوز ديا، وبالتالي ما حدش فينا يقدر يخرج بره الكور فاليوز ديا. بنتكلم عن قول الحق، شجاعه، ترانسبيرنسي، اداء واضح
فلو في اي مشكله احنا عندنا ترانسبيرنسي واضحه جدا، عندنا الكارج، عندنا سيف انفايرمنت تقدر تقول فيه الحق ولا تخافوا في الله لومة لائم. واخيرا النصره، حمايه للمشروع من كل الريسكس، من كل الهازردز اللي ممكن يقابلها، من كل المخاطر اللي ممكن يقابلها. 6 جمل او 6 مقاطع من باراجراف طويل، ولكن كل واحده فيهم بتسيت ا كلير جراوند رول في الاجريمنت. قائد بيسيت اكسبكتيشنز لكل بارتنر من البارتنرز اللي داخلين معاه في الاورجنايزيشن. داخل بيسيت اوثوريتيز ولايبيليتيز واضحه لكل طرف من الاطراف اللي هتخش في الالاينس مع بعضها. ده التوصيف الحقيقي لو بنتكلم عن الاجريمنت نفسها. بنتكلم عن بارتنرشيب اجريمنت، بنتكلم عن استراتيجيك الاينس اجريمنت فيها شفافيه واضحه، واقعيه جدا، بتحط سقف واضح لكل حاجه، مش بتسيب حاجه لاي ايماجينيشن. الاكسبكتيشنز واضحه، الريكويرمنتس واضحه، الجراوند رولز واضحه. مش بنتكلم عن كلام مرسل، احنا بنتكلم يا جماعه عن اجريمنت حقيقيه قايم عليها اكبر اورجانيزيشن. بنتكلم عن شموليه، بنتكلم على كومبريهنسيف اجريمنت ما سابتش حاجه غير لما اتكلمت فيها. بنتكلم عن ميوتوال ريسبكت ما بين كل الاطراف، بنتكلم عن بارتيسيبيشن واضح من كل الاطراف في سيتنج الاجريمنت دي، وكلاريتي ترانسبيرنسي. فلو انت هتوافق على الاجريمنت دي فانت عارف كويس قوي انت هتوافق على ايه، اللايبيليتيز، الكوميتمنت، كل الحاجات اللي هتبقى ديبندنت على الاجريمنت دي كريستال كلير. وبالتالي تيك ات اور ليف ات. ده سيمبلي الكونكلوجن اللي ممكن نحطها في النهايه لو لينا الحق ان احنا نصيغ جمله نوصف بيها الكونكلوجن بتاع الاجريمنت دي. فادي الاجريمنت بوضوحها، سيمبلي تيك ات اور ليف ات. فلو هتقرر ان انت تيك ات، انت تيك ات وذ كلاريتي، ولو قررت ان انت تليفت الانسب ان انت تليفت دلوقتي. بس يا ترى ايه اللي حصل من كل المجموعة اللي كانت قاعدة لما سمعوا كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتفاصيل الاجريمنت المختصرة دي؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية ان شاء الله، واحنا بنتكلم عن استقبالهم للاجريمنت بتفاصيلها وقرارهم هيكون شكله ايه. استنونا في الحلقة الجاية. شير الحلقة وشير الحكاية وشير البودكاست عشان نقدر نوصل الوعي لأكبر عدد ممكن حوالينا.